شباب اكو سالفة اريد اشاركها وياكم بيها. اكثر شغلات فادني بالحياة واخذتهن ومشيت عليهن كقانون بحياتي من وضعي المعيشي. مثلا انت من ضايج من وضعك المعيشي، من تقول هسه اني باكيت سجاير ما عندي، او حياتي موشي، او شغلي موشي، شنو شغلي، يعني ما مقتنع بوضعك المعيشي. وين تباوع؟ باوع على ناس عايشة وضعها المعيشي جواك انقص من عندك، فراح تحمد الله والشكر وما تطغى على نفسك وعلى رب العالمين. هاي وحدة. الشغلة الثانية من اريد اتوجه على فد هدف، بس الهدف شوية بعيد صعب. ابوع الناس اللي واصل هاي الاهداف الفوقاية. اقول ما دام اكو ناس هناك انا اقدر اوصل، يعني مو صعبة. ليش اللي وصلوا من عند وصلوا فوق بذاك المكان ارجل مني، اسبع مني، فحتى يصير عندي حافز. فبالحياة ابوع على الاثنين. ابوع اي شباب، فوين ابوع؟ مرات ابوع جواية ومرات ابوع فوق. من عندي هدف ابوع فوق، من اريد اتقدم وعندي نشاط ومرتكز ووضعي تمام ابوع فوق حتى اتقدم. بس من واقع عندي مريض، عندي كذا، عندي شغله بالبيت كبيره مزعجه، لا سامح الله الوالده مريضه، الوالد مريض، الوضع المادي تعبان، لا ابوع جوه حتى يصير عندي امل بالحياه، حتى احمد الله وشكره. تحياتي. اي شباب، ومرات هم كنت اخطا وما اريدكم تخطون بهذا الخطا. كنت اباوع فوق بس اباوع كلش بعيد. مرات مثلا اني بايسكل عندي، كانت عندي قفاز صفرة اروح بها للقاعة مال الحديد وارجع، قفاز دراجة. افوت القى مثلا شو اسمها ذني السيارة، شو اسمها والله نسيت شنو اسمها، بس سيارة حديثة كلش رياضية، علامتها هيك امريكي، ذني تشالنجر مالنجر، هذني السوالف. ابا قبل تضرب خيال على هاي السيارة، هاي السيارة بدي اشتريها. يا ابو البعرور مين تشتريها؟ هي هاي سيارة واحدة ب4 شدات كانت، وانت عندك قفاز يذب دخان يسوي حساسية بالظهر، مين تشتريها؟ فكنت هم اغلط، يعني ابوع واحلم راح اشتريها واجي اغسلها واركبها وافتر بيها، فكنت اغلط. فلا تغلطون بهذا الغلط. باعوا هدفكم، يعني خلوا هدف معقول قدامكم، ماشي؟ معقول، اي مو يعني ما معقول. حتى واقفه وتباوع علي هي هيك واقول لها هيك كلها حلم. هاي لا مو حلم، ما اريدكم تحلمون. عادي واحد يحلم مرات، بس يدري بنفسه جاي يحلم هيك عاجبه يحلم، مو مشكله. اوكي، فخليكم واقعيين وان شاء الله ربي يوفقكم. بس هي هاي مرات امور بسيطه بالحياه، هيك نصيحات هيك صغار حبايات تغير. شباب تغير طريقه عيش كامله. ماشي حبايب قلبي، وانتو اخوتي، حبيت اشارك هيك شغلات تفاصيل وياكم. يمكن هم ابن عبود يشوف هذا الستوري هم يستفيد من عنده، ويمكن واحد محبط يشوف هذا الستوري يستفيد من عنده، ويمكن واحد عنده هدف يريد يتوجه له يشوف هيك ستوري يستفيد من عنده. وتحياتي. وهاي اخر نصيحة اليوم، لان انا جاي انتظر مع عبودي وجاي تجيني شغلات واشاركها وياكم، والانترنت ببلاش والستوري ببلاش وجاي يشوفوني ببلاش. اي شباب، لا تخلي املك على اي انسان، يعني امل مشروع انت عندك تقول ها اني وفلان او فلان يوديني او فلان يعيني او فلان يسوي لي. ان كان صديق ان كان اقارب، مع كل اجلنا واعتزازنا باصدقائنا واقاربنا، ولكن هاي نصيحتي لك، لا تخلي املك على اي انسان. املك تخلي برب العالمين وبقدراتك وامكانياتك انت وبس. الله، شوف الغروب شباب، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الشباب ترى ما ضايف اي لون. سلام صبا، ما ضايف لا لون، لا عب شي، لا لاعب مونتاج، لا شي. سبحان الخالق، سبحان الخالق، ما شاء الله.